السلام عليكم، عواشركم مبروكه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن صحه وعافيه يا رب. اليوم جبت لكم واحد العصير هائل زوين زوين بزاف بزاف، وغادي يولي عندكم هو المعتمد في رمضان ان شاء الله. عندنا هنا 3 الحامضات خضرين اللي كنا غسلناهم وحيدنا لهم هذوك الجوانب ديالهم اللي بيضين ومرار، وهذيك القشره البيضاء حتى هي باش نتخلصوا من المرار ديال هذا الحامض هذا، ونقطعهم قطع صغيره صغيره بزاف باش تساعدنا في الطحين، لاننا غادي نطحنوه من بعد ونخليوهم على جنب. غادي ناخذ حامضه صفراء، غادي نحيدوا لها حتى هي الجوانب من بعد ما غسلناها بطبيعه الحال، وغادي نستعملوا غير القشور ديالها كما كتلاحظوا في الصوره. وغادي ننزلوا الكل في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيفوا ليه اطرو ديال الماء. هنا عندي 500 مليلتر ولا نص اطرو ديال الماء، وهنايا زدت تاني نص اطرو وطحنت الكل، وغادا نصفيه باش نتخلص من هذوك الشوائب ديال الحامض، ونرجعوه في الخلاط الكهربائي اولا الميكسور. وغادي نضيفوا ليه 390 غرام من الحليب المركز المحلى، ونعاودوا نخلطوا الكل ونقدموه بالصحه والعافيه. عصير زوين بزاف يستحق التجربه، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبار. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم رمضان مبارك كريم، وكل عام وانتم بالف صحه وعافيه وبخير يا رب.